لما نتعامل مع الناس بناء على الغرض في الباك مايند، في دماغي ما بيطلعش منها، عاوز اروح السما، عاوز اخد الناس معايا السما، ده شغلني 24 ساعة. طيب هتعامل مع الناس على هذا الاساس. طب اللي قدامي شخص متعب، سهل جدا، ده جزء من رحلة السما، شخص لابد من احتماله من اجلي ومن اجله. فاهمين يعني ايه؟ ياما بنعامل ناس متعبة، ما تشاوروش، بس ايه اكيد اكيد بتتعاملوا مع ناس متعبين كتير. طيب ربنا حاططهم في دنيتنا ليه؟ من اجل الغرض اللي هو السماء. ليه؟ ما هو المتعب ده جزء من تربيتي انا الروحية، تكويني انا محتاج اتعلم الصبر، انا محتاج اتعلم الاحتمال، انا محتاج اسكت شوية عشان اي كلام بيعمل لي منه مشكلة. طيب كويس، اديك اهو بتتصنفر. وكمان من اجله لانه هو محتاجني احتمله عشان يدخل السماء، لانه لو ما لقاش اللي يحتمله هيهلك. فهمتوا الفكرة؟ لو ما لقاش اللي يحتمله هو كمان هيهلك. يبقى ادي الغرض مع الشخص المتعب، هحتمله عشاني انا ادخل السماء وعشانه هو يدخل السماء. طيب لو كان الشخص اللي قصادي كويس، طب حلو خالص، الغرض اللي بيحركني ايه؟ عاوز ادخل السماء، طب فرصة ان انا اتعلم منه. ياما برضو زي ما عندنا ناس في حياتنا متعبين جدا، في ناس كويسين. طب الكويسين دول محطوطين ليه؟ يسهلوا العيشة؟ لا بقى، مش كفاية، لان العيشة مش هي الغرض، احنا عاوزين نروح السماء في الاخر. يبقى الكويسين اللي في حياتنا اما كنتش هتتعلم منهم تبقى انت نسيت الغرض. الشخص اللي بيصلي كويس تحط في حياتك ليه؟ عشان تتعلم حاجة نحو الغرض. الشخص السخي بزيادة ده تحط في حياتك ليه؟ عشان تتعلم حاجة نحو الغرض، انك تبقى سخي. الشخص المتسامح قوي والبسيط والسيمبل ده اللي ما بيعملش اي مشاكل مع حد، محطوط في حياتك ليه؟ عنده حتة زيادة عشان تتعلمها نحو الغرض. طيب لو شخص من نوع ثالث، شخص متألم، شخص عنده مشكلة، شخص متعثر في حياته، شخص مكتئب، شخص شايل أحمال الدنيا، أحمال مادية، أحمال شغل، أحمال مرض، أحمال واتيفر. طب ده محطوط في حياتك ليه ده؟ ما احنا كله نحو الغرض. الغرض ايه؟ شيل معاه عشان ده يدخلك السماء، شيل معاه لأنه ممكن يفطس في السكة ما يلحقش يدخل السماء، وانت محتاج تشيل عشان تدخل السماء.